ويسعدني أن يكون معي في هذه الفقرة الزميل الصحفي الأستاذ محمد منير. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا صاحبي؟ يا مرحبا أستاذ محمد. أستاذ محمد، النهارده السيسي في دمياط قال اللي بيتحدى السيسي أو بيتحداني يبقى بيتحدى ربنا. هذا الخطاب الجديد زي ما نشر في المواقع الإخبارية والصحفية اليوم، وزي ما أيضا كان الخطاب بالصوت والصورة، اللي بيتحداني يبقى بيتحدى ربنا. كيف تقرأ هذه العبارة والوصول إلى مرحلة الألوهية وهذا الخلط بين الدين وبين السياسة وبين الحاكم بأمر الله؟ طبعا انا بصراحه يا استاذ احمد ما سمعتش التصريح ده، ولكن طالما والعهده على الراوي، اذا كان السيسي قال اللي يتحدى ربنا، فانا اعتقد ان هو رجل ساذج. هو عاوز يعيد خطاب واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا الخطاب دائما لا يستغل خطا لحساب الحكام غير المرغوب فيهم. وسبق قبل كده ان تاريخ مصر مر بالتجربه دي كتير، عندما حاول خورشيد باشا انه يضحك على المصريين ويقول لهم واطيعوا الله واطيعوا الرسول منكم، انا جاي من عند خليفه المؤمنين، فقالوا له والله احنا نطيع من يطيع الله، يعني المساله مش على عنتها ولا مطلقها. فده خطاب عقيم وخطاب قديم لا جدوى له، وبيلجأ له الحاكم لما بيفلس وما عندوش حاجه يقدمها، فبيقول لهم انا مبعوث السماء. فيعني انا مش مندهش يعني. طيب، يعني كده طبعا في البدايه احنا كنا بنتكلم عن الدوله الثيوقراطيه، الدوله الدينيه اللي كان في الحقيقه دايما يحذروا منها ان مصر مقدمه اذا ما اتى يعني اي حركه اسلاميه الحكم ان هناك دوله ثيوقراطيه، دوله دينيه. واضح الدين الان او السيسي بيستخدم الدين وبيوظفه تماما في خطاباته. استاذ محمد، عايز انتقل الى بعد اذنك يا استاذ احمد، بس انا عاوز اوضح حاجه. اتفضل. لا، هو مش ثيوقراطيه، هو كمان ما عرفش يوصل للثيوقراطيه. ده راجل بيتعلق باي اشياء عشان يخلص نفسه. مره يقول تجديد الخطاب الديني، ومره يستخدم الخطاب الديني. وانا كنت كتبت مقال من سنتين قلت له اذا كنت عاوز يعني تجدد الخطاب الديني بطل كل شيء تدخل الدين فيه وتستخبى ورا الدين. هي دي مش ثيوقراطيه، ده رداء بيرتدوه عشان يخبوا فيه فشلهم وخيابتهم. صحيح، ده التوظيف الكامل. استاذ محمد، النهارده معايا خبر كنت ساعتك في اللقاء الماضي مع بعض، وكنت بتكلمني عن ان الدواء دلوقتي بينباع بالفرط. فتقريبا سمع كلامك وزير الانتاج الحربي مشكورا، وبدأ الآن يعمل اتفاقات مع وزارة الصحة على إنشاء مصنع للأدوية. كيف نقرأ الآن الانتاج الحربي ودخوله أيضا في عالم الزراعة وعالم الصحة وعالم التموين، ويعني بروتوكولات مع كافة الوزارات الخدمية؟ لا، هو مصنع الأدوية دوت ما بيتاخدش كده على إطلاقه. هو أنت قضيتك دايما في صناعة الدواء. أنا هكلمك كنت متخصص، محرر متخصص في الصحة والدواء. ده هو أنت أزمتك أنك بتصنع، أن يكون عندك صناعة خامات الأدوية، مش يعني مجرد يعني في فرق بين ان انت عندك مصنع وبتعمل تعاقد بما يسمى نظام الفردة والعمولة مع الشركات وتاخد حق التصنيع، وفرق انك تصنع خامات الادوية. وقضية صناعة الادوية دي قضية معقدة جدا، ومش هتنفع فيها انها تعملها بلد في المنطقة العربية لوحدها. دي عاوزة معقدة وعاوزة نوع من انواع الاتفاقات والتحالف بين المنطقة كلها عشان تقدر تعمل ده. ويمكن البلاد الوحيدة المتقدمة في صناعة الدواء في المنطقة العربية هي الأردن، ويليها في الشرق للأسف الشديد إسرائيل. صحيح. لكن ده موضوع صعب. طبعا هو الخبر طبعا نشرته الأخبار اليوم عن خبر التعاقد والبروتوكول ما بين وزير الإنتاج الحربي ووزير الصحة لإنشاء مصنع للأدوية وتحديدا أدوية الأورام. طب عايز أنتقل من هذا الملف إلى عنوان آخر اليوم نشرته البوابة وتقريبا معظم الصحف في الحقيقة يعني، ولكن هذا العنوان جيته من بوابة، ان البنك المركزي فاجئ الجميع ورفع فائدة البنوك والبورصة أصبحت أكبر الخاسرين. طبعا أنا معايا تقارير في الفقرة الثانية في الصحافة العربية والعالمية، كل الصحافة العالمية مندهشة جدا من هذا القرار، قرار رفع الفائدة. طبعا أنت أستاذ محمد مبسوط، وكل طبعا زملائنا الصحفيين أصحاب الملايين ان الفايده دي هتعوم عليهم بالخير، يعني هترجع عليهم بالخير يعني.
لا هو استاذ احمد شكله عاوز يلم فلوس من السوق. يعني فدي قصدي قرارات عشوائيه ملهاش علاقه بالوضع الاقتصادي، وقرارات مستبديه، وطبعا بتعكس حاله التوتر والعشوائيه اللي فيها نظام الحكم. يعني المصري اليوم ايضا بسمت الامر بالصدمه، يعني قالت صدمه رفع الفائده، البنوك تدرس التداعيات وخبراء يحذرون. لان هنا انت كونك هترفع الفائده يبقى معنى كده ان رجال الاعمال هيروحوا يحطوا فلوسهم في البنك ويتقاضوا عليها فايده افضل من الاستثمار، فهو بيلغي خاص الاستثمار. كيف نقرا ايضا هذه الصدمه كما نشرت المصري اليوم؟ محدش هيثق فيه، ده واحد. اتنين، دي لعبه ساذجه. ثلاثة، هو عاوز يجمع الفلوس ومتخيل ان الفايده بعد كده يسددها براحته، ودي لعبه تشابه لعبه فايده لو تتذكر قناه السويس الجديده، لما نعم البونص اللي عمله او الفايده اللي عملها على عمولات على فلوس قناه اسهم قناه السويس الجديده. فانا عاوز اقول لحضرتك ان ده برضو ما زلت مصر ان ده بيعكس عشوائيه وقرارات غير مدروسه، لان في كل الاحوال هو هيتعرض لازمات طالما هناك ازمات اقتصاديه عنده، وطالما هناك تنميه منهاره في البلد. نعم. استاذ محمد، يعني اخيرا معايا خبر من الوطن عن وزاره التعليم تعلن زيادات في المصروفات المدرسيه للمدارس الخاصه بنسبه تصل الى 14%. امبارح في الحقيقه انا اتكلمت عن زيادات الاسعار، المياه خلاص 40%، والكهرباء ايضا القرار صدر او يدرس الان. ايضا ناقشنا سابقا مع حضرتك ما نشر في الصحف حول النيه المبيته لرفع اسعار البنزين والسولار في شهر يوليو. كيف ترى شهر يوليو القادم وفق يعني هذا الغلاء في وارتفاع الاسعار في كافه تقريبا مجالات الحياه؟ أنا شايف إن ارتفاع الأسعار هو انعكاس طبيعي لحالة الانهيار التنموي والاقتصادي في مصر، وإن المسألة مش مجرد قرار برفع الأسعار أو قرار بمنع الأسعار، أو كما يعني قيل لنا أن أعضاء مجلس الشعب قاعدين بيضغطوا على الحكومة عشان تأجل رفع الأسعار. دي معادلة 1 1 2. طالما ليست هناك تنمية فطبيعي أن سيحصل تدهور وهيحصل ارتفاع في الاسعار. طبعا هو دلوقتي في المدارس الخاصه بيحاول يحل مشاكل القطاع الخاص ورجال الاعمال والى اخره قبل ما يحل مشاكله هو، يعني هو بيراضيهم دلوقتي. لكن في كل الاحوال هيحدث ارتفاع اسعار، مش يوليا بس، ده في يوليا وانا اعتقد مرتين ثلاثه قبل اخر السنه كمان. صحيح. استاذ محمد، يعني ربما ان انا اختم معك بخبر نشرته اليوم السابع، وانت يعني تعلم أنت كنت قيادة كبيرة في اليوم السابع والرجل الثاني نائب رئيس تحرير اليوم السابع، وشرفت أيضا بالنعمل سويا. النهارده خبر بيتكلم عن الدكتور أيمن نور وتنسيق مع الموساد لإعادة الإخوان إلى المشهد. يعني ده طبعا تعليق بس سريع كده، إزاي يتم طبخ الأخبار في مطبخ اليوم السابع بدون أي مصادر بدون أي حاجة؟ كيف نغتال الشخصيات ونغتال المصريين بخبر دون يعني أي أسانيد؟ كيف تقرأ هذا الخبر من مطبخ اليوم السابع؟ أنت عارف حضرتك يا أستاذ أحمد المثل بيقول لك سمك لبن تمر هندي، يعني حتى ضرب الأخبار والمفروض حتى ليه قاعدة، يعني عندما تقول أن أيمن نور ينص مع الموساد الإسرائيلي لإعادة الإخوان. دي حاجة ملخبطة قوي، يعني دي حاجة كده زي مرسي يحاكم لأنه اتصل بحماس لو متذكر. يعني صحيح. يعني طب أنا حاسب الحكومة المصرية بقى هي بتتصل بالموساد وبالإسرائيل وبالدولة الإسرائيلية ليه؟ لا، دي أخبار أنا رأيي، يعني رأي مجرد رأي لا تتوقف عندها كثيرا، يعني صحيح. ده بيسموه عندنا يوشش القفص. صحيح، بس للأسف اللي هم نشروها في الصفحة الأولى وفي الصفحة الثالثة واحتفوا بيها، ربما يكون ليا حظ مع دكتور أيمن نور في الفقرة القادمة نتكلم في أجواء وهذا الخبر المسوس المكذوب. هو ده توشيش القفص بقى، هو بيحط أي حاجة كده مبهرة، لكن هي لا مبهرة ولا حاجة، دي حاجة تضحك يعني. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الزميل الصحفي الأستاذ محمد منير، كنت معي من القاهرة للتعليق على أخبار الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم.